السلام عليكم. كيبدا المسلسل ديالنا مع واحد البنت سميتها وينزداي، وكنشوفوها وهي داخله للمدرسه، وكما كتشوفوا بنت في شكل كتخوف، منعزله وما عندهاش مع البشر، وكلشي كيخافوا منها ويبعدوا عليها بسبب كانت قتلت واحد الجوج في مدرستها القديمه حيتاش تنمروا على خوها وحقروا عليه. المهم وينزداي تكون غاديه للخزنه ديالها في المدرسه، حتى كتلقى خوها مربوط بهذا المنظر وتسولو واش صحابو اللي داروا فيه هذا الشيء، ولكن ما يجاوبهاش. ومن تشدو من يدو تشوف داكشي اللي صرا لخوها وتعرف اللي داروا فيه هاد الحالة. المهم تقرر تمشي تنتقم لخوها، وتلقاهم مجموعين وكيعوموا وترمي عليهم واحد النوع ديال الحوت كيعض، وتحذرهم وتقول لهم ما تبقاوش تقربوا لخويا عاوتاني. وبطبيعة الحال بسبب هادشي اللي دارت جراو عليها من المدرسة. وهنا يقرروا امها وباها اللي حتى هما شكلهم كيخوف كتر بيها باللي غادي يصيفطوها لمدرسة نيفرمور السحرية، وهاد المدرسة كيتجمعوا فيها كاع السحارين والتلاميذ اللي بحال وينزداي. وتقول لها امها بلي هي وباها قراو في ديك المدرسة شحال هادي. وهنا نعرفوا بلي وينزداي من عائلة سحرية اصلا. المهم يمشيو يهضروا مع المديرة ديال المدرسة، والمديرة تكون مصدومة بلي وينزداي رفضوها 8 ديال المدارس من قبل، وتوصيها باش ما دير حتى شي غلط في هاد المدرسة. ولكن وينزداي تقول لهم كاع ما تخافوش، ما نفوتش حتى سيمانه وغادي نهرب من هنا. وتكون هضرتها في شكل وما معبره حتى واحد، وتوصلها المديره للبيت ديالها واللي كانت بيت امها من قبل، وكتعرفها على انيت البنت اللي غادي تسكن معاها في نفس البيت. ولكن وينزداي ما تعجبهاش البيت لحقاش عامره الوان، ووينزداي تكره الالوان وعندها حساسيه منهم. المهم انيت تديها توريها المدرسه وتعرفها على التلاميذ الاخرين واللي يكونوا مصاصين دماء ومستذئبين وسحارين، وتقولها انيت باللي هي مستذئبه ولكن مازال ما تحولتش لدابا. وهنا تمشي تودع العائله ديالها، وباباها باش ما يبقاش خايف عليها غادي يخلي معها واحد اليد سحريه كتهضر بلغه الاشاره وسميتها سينغ. وموراها تمشي وينزداي تقسم البيت بينها وبين انيت وتمسح كاع الالوان اللي في الجهه ديالها. وهذا الشيء بطبيعة الحال كيعصب انيت، ويكونوا غادي يدابزوا. هنا تجي عندهم المعلمة ديال النباتات سميتها مارلين وتبقى تهضر مع وينزداي وهي فرحانة بحال اللي كانت تسناها غير فوقاش تجي. ومور ما تمشي تهود وينزداي للساحة وتشوف باللي واحد التمثال ديال الحجر غادي يطيح من الفوق ويكون غادي يجي عليها ويقتلها، ولكن يسلكها تلميذ سميتو اكزيبيور ويديها للطبيب ويقول لها باللي سلكها حيتاش حتى هي سلكاتو من كان صغير وما بقاتش عاقله عليه. وفي النهار الثاني المديره توصل وينزداي للدكتوره النفسيه باش تخرجها من الاكتئاب اللي هي فيه، وتسناها المديره برا باش ما تهربش. ولكن وينزداي تهرب من السرجم ديال الدوش وتخرج للشارع وتمشي لواحد الكافيه وتطلب القهوه ديالها من واحد سميتو تايلور، ولكن يقول لها باللي الماكينه ديال القهوه راها خاسره، وتقول له هي اللي غادي تعدلها له ولكن بشرط يوصلها للمحطه ديال التران. ومور ما تعدلها يجي ولد سميتو لوكاس اللي يكون ولد العمده ديال المدينه ويبدا يتنمر عليها، ولكن ما تسكتلوش بطبيعه الحال حتى يجي البوليس ومعاه المديره. هنا المديره تطلب السماحه منهم وتديها باش يمشيو، ولكن البوليس يقول ليها باللي غادي يبقى يراقبها وباللي كيعرف باباها وكان متهم في قضيه ديال القتل من هذه 30 عام. المهم يمشيو والمديره تقول لها هذا اخر انذار عندك وموراها غادي نرفضوك. وهنا تمشي لبيتها وتلقى سينغ معاها وتعرف باللي خلاه باها باش يراقبها، وكتهدو الا ما عاونهاش غادي تقطع له صباعو ويوافق باش يعاونها. وتقول له روح عند تايلور وقول له يصوني عليها. وهنا فعلا يصوني تايلور عليها وتطلب منه يمشي معها الحفله اللي غادي يديروها في المدرسه باش يهربها من تما. ويوافق تايلور ويبان باللي هو معجب بها ويمشي عندها الحفله وتجري هي وياه باش تهرب. وهنا تقيس رون الصديق ديالها وتشوف باللي غادي تقتل في الغابه وتقرر تتبعو للغابه باش تسلكو، ولكن من توصل تلقى رون بخير وكيهضر معاها في شكل ويهزها ولصقها مع شجره بالقوه اللي عنده، ويقول لها باللي هو اللي دارها لها بالعاني وخلاها تشوف ديك الرؤيه باش تجي تابعه للغابه ويقدر يقتلها. لحقاش ماماه كانت تعرف اش غادي يوقع، وقبل 25 عام وصاتو وقالت له باللي هي سحاره كبيره
ورسمت له التصويره ديال وينزداي، وقالت له بلي خصو يقتلها ولا غادي تدمر المدرسه، ولكن قبل ما يقتلها يجي وحش كبير ويقتل رون. وينزداي تهرب وتمشي تحكي للمديره داكشي اللي صرا، ولكن المديره ما تيقتهاش وتصيفط البوليس يبحثوا في القضيه، ولكن البوليس ما يلقاوش الجثه. وهنا يدخل رون عليهم. هنا وينزداي تصدم، ولكن هنا نفهموا بلي المديره هي اللي منتحله الشخصيه ديال رون، والقوه ديالها كتنتحل الشخصيه ديال اي واحد. وهنا يعرفوا بلي رون غادي يخرج من المدينه، والمديره تكمل التمثيل وترد راسها بحال رون وتخرج من المدرسه قدام عينيهم. هنا وينزداي تبغي تهضر معاه، ولكن يقول لها بعديني وما تقربيليش. وهنا تصيفط ليه تسينغ باش يراقبه حتى كيوصل للطواليت، وهنا يتحول من رون لشخص اخر ويرجع للمدرسه. وفي نفس الوقت تمشي وينزداي لبلاصه الجريمه وتشوف النضادر ديال رون وتتاكد باللي هو اللي مات. ومن تقيس النضادر تشوف لقطات بين رون واكسيبيور وهما يدابزوا مع بعضياتهم، وتشوف واحد الكتاب غريب في يده ويكون نفس الكتاب اللي فيه التصويره اللي رسمتها ماما رون. وتبدا وينزداي تدبر على داك الكتاب وتشوف باللي كاينه واحد العلامه في الورقه، وتسول مارلين على العلامه وتقول لها باللي هذه علامه كتخص مجموعه سميتها نايت شايد، وهاد المجموعه كانت كاينه شحال هادي ولكن دابا ما كايناش. والنهار الثاني تكون واحد المسابقه في المدرسه، ومن تكون تسابق مع صحاباتها طيحي على الارض وتشوف لقطات لواحد البنت كتشبهها وفي شكل عليها تقول جايه من الماضي، وتقول لها بلي انت هي الساروت. وهنا تفيق وتكمل المسابقه وتولي المدرسه وتشوف العلامه ديال مجموعه نايت شايد على واحد التمثال في المدرسه، ويكون شاد في يدو كتاب وتقراه وتحل اللغز اللي فيه. وهنا يتفتح باب مور التمثال وتهود مع الدروج وتلقى مكتبه وتصويرة ماماها وباباها معلقه في الحيط، وتبدا تدور على الكتاب اللي كانت تدور عليه. وهنا تلقاه وتكون غاديه حتى يجي شي واحد ويخطفها، ومن تفيق تلقى راسها مربوطه ومجموعه من اصدقائها يقولوا لها باللي هما مجموعه نايت شات جديده وكيتجمعوا في السر باش ما يجريوش عليهم من المدرسه. ويعرض عليها اكسيبير باش تكون معاهم في المجموعه، ولكن وينزداي تقولهم هادشي غير ديال الدراري الصغار وتفك يديها بكل سهوله وتمشي. والنهار الثاني تمشي تسول اكسيبير على الشخص اللي مرسوم معاها في التصويره اللي عطاها رون، ويقول لها باللي هذا واحد سميتو جوزيف وهو اللي اسس المدينه اللي حنا فيها. وهنا تمشي عند تايلور باش تسولو عليه، ويقول لها هاد جوزيف كان يسكن في الغابه في بلاصه مهجوره، وتمشي لديك البلاصه باش تكتشف اش علاقتها بواحد بحال جوزيف. وهي كتدور يهجم عليها واحد خونا، ولكن غير يشوف سينغ يهرب وهي ما تلقى والو وتكون غادي تخرج. ولكن فاش تقيس الباب تشوف لقطات من 4000 سنه نفس البنت اللي تشبهها، ونعرفوا باللي هاد البنت هي جداتها وسميتها جودي. وتشوف جوزيف وهو يلم كاع السحارين وجدتها تكون وحده منهم ويكون باغي يحرقهم قدام الناس ويهنيهم منهم، ولكن جدتها جودي تقدر تهرب من جوزيف. وهنا وينزداي تفيق في الساعة وتلقى واحد الوحش كيرقب عليها، ومن تشوفو يهرب ولكن هي تبقى تجري موراه وهي كتتبع في الخطوات ديال رجليه حتى كتشوف بلي خطوات رجليه تبدلو وولاو خطوات نتاع بنادم. وهنا تلاقى مع اكسبير وتبدا تحكيلو على هادشي اللي صرا، ويقولها بلي كان هضر مع رون ولكن تاكد بلي ماشي هو وشي واحد منتحل الشخصيه ديالو، ويوليو للمدرسه. وفي نص الليل نشوفوا الراجل اللي كان هجم عليها وهو يعدل في الكاميرا، ولكن خطره وحده يهجم عليه الوحش ويقتله. وهنا الكاميرا تخدم وتصور شي تصاور للوحش، ويقدروا البوليس يشوفوا الشكل ديال الوحش، وتعرف وينزداي اللي صرا وتمشي للمشرحه باش تشوف الراجل اللي مات. وهنا كتسمع الدكتور كيقول باللي هاد الوحش كياخذ عضو واحد من كل ضحيه ويخلي الجثه كامله. ومن تسمع وينزداي هاد الشي تقرر هي براسها تبدا تحقق في القضيه وتعرف الحقيقه ديال الوحش وعلاش كيدير هاد الشي. ومن تمشي للمدرسه تشوف اكزيبير مجروح في الرقبه ديالو وتشك فيه وتبدا تراقبه، وتشوفه مشى لواحد الدار في الشكل تخليه يمشي وتدخل موراه. وهنا تشوف رسومات لذاك الوحش وتشك باللي يكون الوحش هو اكزيبير.
وتدي رسمة من دوك الرسمات وتقرر تديها للبوليس، ومن تكون خارجة تلاقى مع اكزابيور ويسولها اش كدير هنا، وتقوله بلي كانت تدور عليه باش تعرضوا الحفلة اللي دايرها المدرسة، ويوافق باش يمشي للحفلة. وهنا تمشي عند المحقق وتوريه تصاور الوحش، ولكن يقولها بلي خصو دليل قوي. تمشي وينزداي عند واحد صديقها سميتو يوجين وتقول له يعاونها باش يلقاو شي دليل، ويمشي معاها لواحد الكاف في الغابة، وهو نفس الكاف اللي كان مرسوم في بيت اكزيبيور، ويلقاو شي جماجيم وعظام نتاع الناس مقتولين، وتلقى ناب من النيبان ديال الوحش. تديه وتمشي لبيت اكزيبيور باش تدي شي حاجة ديالو باش دير عليها تحاليل دي ان اي باش تتأكد بلي هو الوحش. ولكن هنا يدخل اكزيبيور، وهنا تقول له راه شاكه فيه بلي هو الوحش، ولكن يغوت عليها ويتعصب حيت شكت فيه، ويقول لها بلي هو كيشوف الوحش في الاحلام ديالو ويجري عليها. وموراها تمشي للمحقق وتعطيه الناب وحاجه من حوايج اكزيبيور باش يطبق النتيجه ديال التحليل. وفي نفس الوقت يكون سينك صيفط لتايلر دعوه باش يحضر الحفله مع وينزداي. ومن يجي وقت الحفله تكون وينزداي توجد راسها باش تمشي للغابه مع يوجين، ومن تحل الباب تلقى تايلر ويقول لها باللي جا باش يمشي معاها للحفله، وتمشي في الساعه توجد راسها باش تمشي للحفله. وهنا كاع اللي تما يعجبهم الشكل ديالها حيت اول مره تبان زوينه، وتقول وينزداي الجين باش يخليو موضوع الغابه حتى النهار الثاني. ولكن يوجين يقرر يمشي للغابه بوحدو، وفي وسط الحفله صديقهم يدير لهم مقلب ويكب عليهم شي عجب. وهنا هي تشوف لقطات ليوجين وهو في الغابه وتمشي تجري باش تسلكو، ولكن تلقى الوحش وصل وبدا كيهجم عليه. ولحسن الحظ يكون مازال ما مات، وتديه في الساعه للسبيطار وتواعدوا باللي غادي تشد الوحش. ومن تولي المدرسه تلقى عائلتها جاو يشوفوها، ومن يكونوا عند الدكتوره النفسيه تقول لهم وينزداي واش باباها بصح متهم في قضيه ديال القتل من هذه 30 سنه، ولكن ماماها ما تقول لها والو على القضيه. وهنا تشوف ماماها غاديه تزور القبر ديال الراجل اللي قتلو باباها، ويكون سميت الراجل جيراد. وهنا ما تبقى فاهمه والو. وفي هذا الوقت يكتشف المحقق باللي الدكتور انتحر، ولكن خلى رساله وكيعترف فيها باللي هو زور التقارير ديال موت جيراد من 30 سنه. وهنا يلقيو القبض على باين وينزداي لحقاش الحقيقه بانت وباللي هو اللي قتلو. ومن تمشي وينزداي تزور باباها تسولو علاش دار هادشي، ويبدا يحكي لها الحقيقه من 30 سنه. قال لها كان جريد يبغي ماماك، وفي واحد النهار كانوا يدابزوا وكان جريد غادي يقتلو. وهنا جات ماماها ودافعت عليه وقتلاته، وهو شد السيف باش يبان باللي هو اللي قتلو باش ماماها ما تحبسش. وهنا تمشي للمدرسه وتبدا ماماها تحكي لها نفس القصه اللي حكاها لها باباها، ولكن ماماها تقول لها باللي هي شاكه باللي جيرد مات مسموم اصلا. ويقرروا باش يمشيو للقبر ديالو ويشوفوا الجثه. وهنا تقطع وينزداي صبع من صباعه، ولكن يشوفوهم البوليس وشدوهم. وهي في الحبس مع ماماها وباباها فاش تقيس صبع جيرد تشوف لقطات وتشوف جيرد هو وباباه، ويكون باباه كيعطيه قرعه ديال السم باش يحطها في المشروب ديال الضيوف باش كاع السحاره يموتوا. وفاش كان يدابز مع باين وينزداي تهرست القرعه ديال السم وتسمم ومات بسبب السم. وتقرر وينزداي تمشي عند العمده وتحكي له الحقيقه، وفعلا يتيقها ويقول لها بصح هادشي اللي صرا. وهو في داك الوقت خبى الحقيقه بسبب باين جيرد لحقاش كان معروف وعنده بزاف ديال المعارف في البلاد. وهنا يخرجوا باباها من الحبس، وهنا تقول لهم وينزداي على داكشي اللي كتشوفوا اش كيصرى لها، وتقول لها ماماها باللي حتى هي كان يصرى لها هادشي من كانت صغيره، وتقول لها باللي جدتها جودي هي الوحيده اللي تقدر تعاونها وتساعدها تحكم في القوه ديالها. وهنا ماماها توريها تصاور ليها من كانت في المدرسه. وهنا وينزداي تلاحظ باللي المديره كانت منتاح لوجه ديال واحد المغنيه في واحد الحفله. وهنا تمشي عند المديره وتقول لها باللي هي اللي انتحلت الشخصيه ديال رون. وهنا المديره تقول لها باللي دارت هادشي باش تحافظ على المدرسه ديالها. وهنا يسمعوا شي حس ويمشيو يشوفوا اش واقع، ويلقاو جمله مكتوبه بالنار في الساحه ديال المدرسه، وتصدم وينزداي حيت كانت شافت نفس الجمله في مشهد من اللقطات اللي كيجيوها. المهم موراها يكونوا اصدقاء هادرين لها حفله ديال عيد ميلاد،
ولكن ما تديهاش فيهم. وهنا تشوف على الحيط نفس الجملة اللي كانت مكتوبة بالنار وكتعني غادي تصب النار. وغير كتقيس ديك الكتبة تشوف جدتها جودي وتقولها خصها تمشي للقصر ديال عائلة جيراد. ومن تفيق فعلا تمشي للقصر وتشوف العمدة تما وتسمعو كيهضر مع المحقق ويقول له راه عرف شكون اللي كيقتل الناس. يقول له تسناني في الكافي اللي خدام فيه ولدك تايلور. وهنا تمشي وينزداي بلا ما يشوفها تركب في لامان. ومن يوصل العمدة الكافي تشوفوه هو قاطع الطريق وشي لوطو جات وضرباتو. وهنا يديوه للسبيطار ولكن لسوء الحظ يموت حيت شي واحد قطع التيو ديال الاكسجين وقتلو. وفي التالي ديال النهار تقرر وينزداي باش تصوني على تايلر وانيت باش يمشيو مع بعضياتهم للقصر ديال جيراد. ومن يمشيو يدخلوا ويكتشفوا باللي خد جيراد اللي سميتها لوريل مازال عايشه وما ماتتش. وهنا تشك باللي لوريل هي السبب في هادشي كامل وتسدي لعبه من لعباتها. وهنا يسمعوا صوت الوحش في القصر ويهربوا ويندسوا في البيت ديال الخزين. وهنا تشوف كاع الاعضاء اللي كان يديها الوحش من الضحايا اللي قتلهم ويخرجوا ويهربوا من القصر. وتشوف تايلور طايح ومجروح. هنا يجي اكزابيور ويديو تايلور لدارو باش يعالجوه. وهنا نعرفوا بلي تايلور هو ولد المحقق. وهنا تبدا وينزداي تحكيلو على داكشي اللي صرا ولكن من يمشيو للقصر ما يلقاو والو. وهنا المحقق يتعصب عليهم ويقول لهم راكم تضحكوا عليا ويقول لها تبعد على ولدو ما تقربلوش. ومن ترجع تلقى المديره كتسناها وتقول لها بلي غادي تجري عليها الا ما دارتش عقلها. ولكن وينزداي تطلبها باش تعطيها فرصه باش تسلك المدرسه وتوافق المديره وتطلع لبيتها وتبدا تشوف اللعبه ديال لوريل. ولكن تصدم بشي تصاور ديالها في وسط اللعبه. هنا كتاكد باللي لوريل كانت كتراقبها. النهار التالي وهي في وسط الكنازه ديال العمده تشوف شي واحد كيراقبها من بعيد. تلحقو وتجري موراه وتكتشف باللي هو عمها ويستر وباللي جاي يشوفها بغا يديرها لها مفاجاه. وهنا تحكيلو على كلشي اللي صرا معاها وعلى الوحش الغريب ويقول لها باللي داك الوحش سميتو هايد وباللي تقدر تلقى شي معلومات عليه في المذكره ديال الشخص اللي اسس المدرسه. وباللي غادي تلقى هاد المذكره في المكتبه. ومن تمشي للمكتبه تلقى المذكره وتعرف كاع المعلومات على الوحش وتعرف باللي شي واحد كيتحكم في هاد الوحش. وتقرر باش تراقب اكزيبيور حيت تكون شاكه باللي هو اللي كيتحكم في الوحش. ومن تكون تراقبو تسمعو كيهضر مع الدكتوره النفسيه ويقول لها باللي شافها في الحلم ديالو غادي تموت وحياتها راها في خطر. وهنا وينزداي تشك باللي الدكتوره هي اللي كتحكم في الوحش وتمشي عندها وتقول لها كل شيء وتوريها التصاور واللعبه. ولكن الدكتوره تحسبها باللي هبلت وتجري عليها. ومن تولي لبيتها تلقاه مرون والمذكرات مسروقه وتلقى باللي شي واحد ضرب سينغ وتديه لعمها باش يفيقو. ومن يفيق يسولوه شكون اللي دار فيه هاد الحاله ولكن ما يكون عاقل على والو. وتمشي عند اكزابير وتقول له باللي هو الوحش لحقاش الدكتوره حتى هي ماتت ولقات عنده نضاضر ديال يوجين وسلسله وشي حوايج ديال الناس اللي ماتوا. ويجي باش يدافع على راسو ولكن يدخلوا البوليس ويلقاو عليه القبض. وتمشي عند تايلر وتقول له باللي راها قدرت تشد الوحش وتقرب منه وتشوف لقطات ديال موت الدكتوره وتصدم ملي تشوف باللي الوحش هو تايلر وتخلع وتمشي تجري. النهار الثاني كتفق مع تايلر باش يتلاقاو في الغابه وتكون متفقه مع اصدقائها باش يعاونوها في خطتها باش يخرجوا اكزابيور من الحبس حيتاش مظلوم. وهنا تقول لتايلر باللي هو الوحش ولكن ما يبغيش يعترف. وتجي صاحبتها وتنعسو بقوتها السحريه ويديوه للبيت ديال اكزابير اللي في الغابه ويبداو يسولوه باش يعترف ولكن والو ما يبغيش يهضر. وتقرر تعذبو باش يهضر ولكن يوصل المحقق ويلقي القبض عليها ولكن ما يحبسهاش ويقولها هذه اخر مره وبعدي على ولدي. وقبل ما تمشي يقولها تايلور باللي هو الوحش ولكن ما عندها ما دير ما عندها حتى شي دليل. ومن تولي تقول للمديره الحقيقه ولكن ما تسيقهاش وتقولها صافي غادي نطردك من المدرسه وتمشي باش توصلها في النهار الثاني. ولكن وينزداي قبل ما تمشي عند يوجين باش تودعو ويقولها باللي في ديك الليله شاف شي واحد كان واقف عند الكهف ولابس صباط احمر. وتفكر وينزداي وتقول حتى شي واحد ما كان لابس صباط احمر من غير الاستاذه مارلين. وهنا تمشي تطلب من المديره اخر فرصه وتقولها تقدر تنتحل الشخصيه ديال تايلر
باش يمشيو عند الأنسة مارلين ويخدعوها ويعرفوا الحقيقة. هنا تمشي عندها وينزداي وتقولها بلي راها عرفت كل شي، وتايلر قالها كل شي، وتعترف مارلين وتقولها بلي هي لورين خد جيريد، وهي كدير هاد الشي باش ترجع جوزيف من الموت، حيتاش بغاتو يجيو يقتل قاع السحارة كاملين مرة وحدة. وهنا ترجع المديرة لشكلها الطبيعي، ولكن مارلين تضربها بالسم وللأسف تموت المديرة، وتبقى مارلين تضرب في وينزداي حتى تغيب على الوعي، ومن تفيق تلقى راسها فين مدفون جوزيف، ومارلين تقولها بلي غادي تقتل قاع اللي في المدرسة، وتجرحها في يدها وتدي الدم ديالها وتحطو على الساروت ديال القبر. هنا تفكر فاش قالت لها جداتها بلي انت هي الساروت، وتبدا ختنا تقرا شي تخربيق وتدور الاعضاء ديال الناس على القبر. وهنا فعلا يرجع جوزيف للحياة بسبب ديك الاعضاء والدم ديال وينزداي، ومن يفيق يشوف وينزداي ويحسابلو بلي هي جودي اللي قتلاتو من 4000 سنة، ويضربها بموس وطيح وينزداي ويمشي باش يحرق المدرسة والسحارين. وهنا تبان لها جدتها جودي وتقول لها بلي المدرسة محتاجة ليها وبلي هي اللي غادي تداويها، وتدخل فيها وينزداي تولي مليحة وتمشي تجيري للمدرسة. ولكن في طريقها تلقى تايلر ويتحول لوحش ويهجم عليها، وهنا توصل صاحبتها آنيت اللي تكون تحولت لديب وتهجم على تايلر، وتكمل وينزداي طريقها للمدرسة وتهز السيف باش تقتل جوزيف، ولكن يقسم السيف على جوج ويتحكم فيها بالقوة ديالو ويكون غادي يقتلها، ولكن يجي صاحبتها من موراه وتضربه ولكن ما يموتش. وهنا وينزداي تستغل الفرصة بلي راه مشغول وتضربه في قلبه، وهنا يموت جوزيف للأبد. ولكن توصل للفعة نتاع مارلين وتكون غادي تقتلها، ولكن يجي الحل ديال يوجين ويتجمع عليها. وهنا تكون آنيت كدابز مع تايلور، وباه المحقق يتيري عليه القرطاس ويتصدم باللي ولده ورث هاد الوحش من امه. وهنا تعنق آنيت صاحبتها وينزداي ويتبرأ إكزابير من التهم اللي كانت عليه، ويشدو تايلور حيت هو الوحش وصافي يكمل العام الدراسي وكل واحد يرجع لدارو. ولكن وينزداي في طريقها تجيلها رسالة من شي واحد يقول لها باللي هو راه يراقبها وغادي يقتلها، وتصدم حيت كانت مفكرة باللي قضات كاع الأعداء ديالها. ولكن هذه ماشي النهاية، قالوا باللي غادي يكون الجزء الثاني من هذا المسلسل. ما تنساوش لايك واشتراك باش يوصلكم كاع الجديد، وشكرا للمشاهدة وتسناوني في فيديو جديد ان شاء الله.